السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم قصة عبر التاريخ، ممكن مش دقيقة أو دقيقتين أو سنين أو دهر أو على مر التاريخ والعصور والحضارات، ممكن أنه نوفي هيدي الإنسان اللي رب العالمين عطاها القوة، عطاها الجسارة، عطاها الرحمة، عطاها الصبر، عزمها وإصرارها، قوتها وإيمانها، قدرت إنه تتخطى أكبر آلامها ووجعها. تعرفوا مين؟ حابب انه ضل اشرح وعبر بس كلمات، مجرد كلمات عابرة، بس هي الإنسانة بدها عصور حضارات حتى نقدر نوفيها حقها. مش مجرد انه انا ولا اي شخص ثاني يجي يعطيها حقها، ممكن نساندها، نراعيها، نسندها، نوقف جنبها، نقلها نحن أولادك، نحن أولادك اللي ضحت بأغلى ما عندها، اللي ضحت بفدى كبدها، اللي ضحت بأعز وسندها، بقرة عينها. فكركم خلصنا؟ لا، ما خلصنا. معنى ابن وأم، أم تفدي ابنها فداء وطنها، فداء أرضها، لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. ما بعرف، ممكن كلمات تكون عابرة ومع ذلك عارفان إنه مجرد يعني هذا الشيء اللي إحنا عم نقدمه ما بيعبر، ما بيجي شيء بر هيك حصوة صغيرة من اللي هي قدمته. ما نوافيها على مدى الحضارات، على مدى العصور، ولو لقدام ل 100 حضارة، 100 عصر. أم الشهيد تجسد الأم الحقيقية بكلمة وطن. نذكر أم الشهيد لازم نذكر العظيم الشهيد البطل خالد حماد الحسن أعطى ما عنها فداء كبدها الذي سقط على يد القوات لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ونصرة الحق. فدا اليوم إنه نحن وشعب أكمله 25 مليون نسمة، خلينا نقول تمت إبادة رحمة الله عليه إلى جنان الخلد ما يقارب مليون نسمة، 23.5 مليون نسمة خلينا نقول بقي. حتى 23 مليون ونص نسمة يقدروا يعيشوا بسلام. هاي الأم حطت ابنها جسر، هي فدت ابنها لحتى يعيش ابن جارتها أو يعيش ابن سوريا. ما بعرف، حاسس إنه كلمات ما عم تعطيها حقها. فاليوم أنا واقف وقتلها الأم السورية، أم الشهيد، أم الوطن الوطني. نحن أولادك، سامحينا إذا قصرنا، سامحينا إذا انتهينا بأمور تانية، سامحينا، بس اعلمي يا أمنا كلاتنا إنه نحن لقدام للعصور المقبلة، الحضارات المقبلة والسنين اللي جاية، إنه ما رح ننسى الشهيد، ما رح ننسى أم الشهيد، ولا رح ننسى كل شيء بيتعلق بالشهيد.
تحياتنا أم الشهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.